احنا كأمهات او جدات لما بنلاقي منتج فيه عجوة، محشي عجوة منين او معمول او قرص او كحك محشي عجوة، بنطمن قوي ونقول حلو هاتوه ده صحي للولاد. بس الأصح الحقيقة ان انت تعملي الحاجات دي بنفسك في البيت. هتجيبي العجوة اللي هي درجة أولى، اللي هي الفاتحة الجميلة دي، أو حتى لو ما انتش عايزة عجوة ممكن تجيبي التمر الطري وبتنضفيه كويس وبتحطيه في الميكروويف شوية يسخن كده حاجة بسيطة. أو لو ما فيش ميكروويف هتحطيه في صينية ألمنيوم وتحطيه في الفرن بتاع البوتاجاز، ويا دوب تسخنيها عشان تقدري تمسكيها كده تعجنيها يعني. وبتسخني بقى شوية سمنة، حتة سمنة بلدي حلوة كده، ومعاها السمسم تحمصيه وبتحطيهم على بعض وبتعجنيهم عجنة حلوة كده. بتبقى عجوة فيها قطع من البلح، يعني ما بتبقاش مهروسة جامد، لكن بيبقى فيها قطع وبيبقى فيها السمسم والسمنة، طعمها بيبقى جميل جدا. وتعملي انت بقى العجينة اللي انا منزلها لك في فيديو قبل كده، سواء تعملي كحك او قرص او منين او معمول، بيبقى حلو جدا وتديه لولادك. وممكن تجيبي لهم تغلفه لهم زي المحلات بالظبط وتديه لهم، ويبقى احلى واطعم وصحي جدا جدا، بدل ما تشتريه من بره وما انتش عارفه برضو العجينه مكوناتها ايه ولا عارفه العجوه مكوناتها ايه. كمان بيتعمل بيها طبق مشهور قوي عندنا في مصر اسمه العجوه بالبيض، جميل جدا 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 وكله عارفه ومشهور قوي. الف هنا وشفا، واتشجعي انك تعملي الحاجات دي لولادك خصوصا بعد الغلاء اللي احنا شايفينه ده، والف هنا وشفا.